أنه المناطق اللي راح تكون تحت حكم التركي ستكون مناطق مزدهرة ومناطق فيها نوع من الدعم الخاطئ. الذي حدث أن كل المناطق اللي تحت إيد تركيا الآن من سوريا هي مناطق مختلة أمنيا، ضعيفة معيشيا، تحكمها عصابات. الأسباب نعم كثيرة وواضحة، وربما هناك أسباب ظاهرة بشكل كامل، ربما أسباب مخفية. إلا نعرف أنه الإدارة التركية لها عداءات قديمة، لها حلم بالعودة العثماني، لها مطامع، لها يعني عدة أمور. طبعا هنا خرقت الاتفاقية التركية وقامت بالهجمة. طبعا شفنا راحوا ضحايا مدنيين، وشفنا بالمرحلة الثانية عملية استهداف للبنية التحتية. ذكرت من شوي، أرجعك للحديث، ذكرت من شوي السفينة مهما طالت عليها الأمواج واشتدت بها الريح لا تغرق إلا أن تثقب أو تخرق. بس إحنا دودة أرضة الفساد اللي موجودة عندنا تكاد أن تخرق خشب السفينة في مسائل فسادية. زائد وهو الأهم والأخطر، هو مقبل على مرحلة انتخابات، فبدلا من أن يعزز وضعه الانتخابي قد ينقلب السحر على السحر وتؤدي إلى فشله في الانتخابات القادمة. لو حدث أنه بمجرد ما يطلق أول قذيفة مدفع على مناطقنا ويعلن بدء المعركة، الشريط الحدودي كله سيغادر بيوته ويذهب إلى الداخل. هكذا حدث في عملية نبع السلام.